شديناك في غرفه وحطيناك حدا جوج بوطونات. البوطونه الاولى تخليك تولي استاذ، والبوطونه الثانيه تخليك تولي طبيب. مع العلم انت الحلم ديالك هو انه تولي استاذ، وفعلا تبعتي الحلم ديالك، بركتي على البطونه الاولى اللي غتخليك تولي استاذ. هنا اختاريتي الاختيار ديالك، ولكن اللي ما عارفش هو انه غير بركتي على الاختيار ديالك راه في الخفاء تكون واحد الكون اخر في عالم اخر فيه انت اختاريتي الاختيار الثاني انه تولي طبيب. وعلى هذا الشيء غيتبنى داك الكون الاخر انك رجعتي طبيب، وغتستمر الحياه في الكون الثاني كانك طبيب. نقدروا نقولوا ولا عندك شبيه اخر ولا اشباه اخرين. الا سولتك دابا خارج الكون شنو كاين الواقع، ومن المفترض ما تعرفش الجواب، ولكن كاينين شي وحدين كيقولوا بانه غتلقى اكوان اخرين فيهم الاشباه ديالك. حنا من الفئه اللي كيقولوا بانه كاين اله واحد هو اللي بدا منه كل شيء وخلق كل شيء اللي هو الله، ولكن كاينين شي فئه من الناس خارجين على المألوف اللي هما الملحدين، حيت بسبب الفضول الكبير على الكون خلاهم يخترعوا فكره انه ما كاينش غير كون واحد ولكن كاينين اكوان. إن فكرة وجود أكثر من كون، أكثر من كل شيء واحد، بدت مستحيلة، ولكن ربما لو استطعنا الذهاب إلى ما وراء نظامنا الشمسي، إلى ما وراء مجرة درب التبانة، حتى إلى ما وراء مجرات أخرى بعيدة، وإلى ما قبل الكون المكتشف، لوجدنا أن هنالك أكثر من هذا بكثير. اليوم ما نعرفوش بصح هاد النظريات قد تكون صحيحه ولا غير خيال من عند الملحدين وصافي. أظن أن فرصة الأكوان المتعددة بأن تكون حقيقية جيدة، وأنه بعد 100 سنة قد يقتنع الناس بالفكرة. أنا غير مرتاح أبدا بالنسبة إلى فكرة الأكوان المتعددة. ومنين جات هاد النظريه اللي كانوا كيقولوا بانه كاين اكوان متعدده؟ كيفاش هاد الاكوان تصوبوا بالتفكير ديال الملحدين اللي كيقولوا بانه راهم اكوان مختلفه ولكن نفس الكواكب فيهم نفس البشر. اول حاجه قبل ما نبداو كاع هاد الافكار والتحليلات اللي غتقالوا في هذا الفيديو كلهم من التفكير ديال الملحدين، وحنا عارفين باللي كاين اله واحد اللي هو خالق هذا الشيء كامل. يعني انا باري منك دير ها ولا ها تسمع هاد الافكار تولي ملحد، انا ما سوقت عاودني منك. فاحنا في هذا الفيديو غندخلوا داك العقل ديال هاد الملحد هذا ونفتشوا فيه مزيان، نديروا عقلنا فيه فهمتيني، نرجعوا حتى حنا راسنا بحالو ونشوفوا شنو كيقول. حنا عارفين اول حاجه كيقولها لك الملحد الكون تخلق صدفه. انت الا سولتيه عطيني شي دليل على هذا الشيء وكيجيب لك شي حوايج والنعجه تسمع هذاك الشيء تنوض على رجليها وتغوت واك عبط. ولكن حيت حنا في هذه القناه كنديروا اللي بغينا غنشوفوا هاد الملحدين شنو كيقولوا ونركزوا بالضبط على هاد خونا هوك ايفريست. هاد خونا اكتشف واحد اللعيبه حمقات العلماء، كان مختص بداكشي ديال الميكانيك الكم. هاد الميكانيك الكم الدراسه كتركز اكثر على دوك الذرات والالكترونات مزيان داكشي الصغار. شنو لاحظ باللي دوك الذرات كيتحركوا بسرعه فائقه لدرجه تقدر تشوف ديك الذره الوحده في جوج جهات في النص الثانيه، كتمشي من طرف لطرف. وهذا الشيء راه ماشي عادي، من حيث الذره وحده راه كتحرك في كاع الاتجاهات، مره كتلقاها في اليمين في نص الثانيه كتلقاها في اليسار. دابا ركز معايا مزيان وفهموني في هذا الشيء اللي كنقول دابا الله يرضي عليكم باش نمشيو مزيان. بقوه هاد السرعه راه الذره وحده تقدر تشوفها في جوج اتجاهات في نفس الوقت، ولكن ان فوا غتقيسها كتبان لك في جهه وحده. بحال مثلا هاد الذره كتمشي من نقطه ا حتى لنقطه ب في نص الثانيه، ولكن فاش تبغي تقيسها كتلقاها باللي راهي في النقطه ا ما كتحركش. وهنا هوك سول واحد السؤال، بما انه في ديك الوقيته اللي قصت الذره كانت في النقطه ا، يعني فين مشى داك الاحتمال الثاني انه ديك الذره تكون في النقطه ب؟ بحيث ركزوا مزيان، هو فاش كان باغي يقيس ديك الذره ماشي مشى للنقطه ا ولا النقطه ب، لا قاس في الوسط. فاش قاس في الوسط لقى الذره باللي راه في النقطه ا، فهمتيني، ولات كتبان له الذره غير في النقطه ا، وداك الاحتمال انه ديك الذره تكون في النقطه ب ما بقاش. يعني هنا شنو قال لك هوك؟ بما انه دوك الذرات والالكترونات كاينين في كاع الكون وفي كاع العالم متكون من الذرات والالكترونات، الانسان الحيوان النبات الكون الكوكب اي حاجه متكون من الذرات، والذرات مبنيه على الاحتمالات، يعني الكون كامل مخلوق ومبني على الاحتمالات. إن
كان الكون غير محدود سنواجه عندها العديد من الاحتمالات التي يصعب تخيلها. رجع كل شيء تخلق غير بالاحتمالات. وشو علت مجنينه؟ ماشي شاف داك الشيء قال لك سبحان الله الله اكبر، لا، قال لك الكون تخلق بالاحتمالات. حيت الذرات اللي مكونه هاد الحياه وهاد الدنيا راه براسها مبنيه على الاحتمالات. قد تكون الذره في هاد الجهه وفي نفس الوقت تقدر تكون في هاد الجهه الاخرى. باش نفهم لكم شنو بغى يوصل لهوك، تخيلها بحال هاد الذره كانت غاده طول توصلت لواحد الحافه ديال الحيط قاسمه البلاصه على جوج جهات، جهه ا وجهه ب. فمن المفترض والطبيعي انه الذره تختار يا تمشي الجهه ا ولا تمشي الجهه ب. ولكن شنو وقع في هذه الحاله؟ الذره قسمات راسها على جوج، وحده مشات الجهه ا وحده مشات الجهه ب. يعني دوك جوج احتمالات داروا في نفس الوقت. الذره اللي بغات تمشي للجهه ا خلقت راسها الذره شبيهه ديالها اللي اختارت تمشي للطريق ب، اللي هو الاحتمال اللي ما اختارتوش الذره الاولى. فتخيل هادشي كامل كيطرا الذرات ديال الانسان، ديال الحيوان، ديال اي شكل من الاشكال ديال الحياه كاينه في هذا الكون. والله الا شفت فيك ما فهمتيش مزيان، غنشرح لك بابسط مثال كاين في الحياه الواقعيه. فاش كتشد الليزر وكتبغي تضربو في الحرف د الحيط، شنو كيوقع الليزر؟ واش كيمشي جهه وحده؟ لا، كيقسم راسو كيمشي جوج جهات. يعني ما اختارش احتمال واحد، اختار جوج احتمالات. وبحال هكا وحيت هو اكتشف بانه كاع الكون وكاع الحياه تكون من الذرات، صار هذاك الشيء كامل اللي كيطرى للذرات كيطرى حتى للبنادم. كنقول لك هذا الفيديو فيه الهبله والتسطيه، وفي التالي حماق مع واحد ملحد تقنعوا. تسولني ايوا انس هادشي اللي كيطرى في الذرات كيفاش كيطرى البنادم؟ واش حتى بنادم كيقسم راسو؟ هوك قال لك سهله. شوف على المثال شنو قال لك. بزاف د الناس فاش كيسقطوا كيقول لك تخيل كون نجحت. ديك تخيل كون نجحت راه تكونت في كون اخر فيها انت نجحتي. ركز شوف اسمع لي عاد نحكموا على هادشي. الملحدين شنو كيقولوا؟ يقول لك باللي بنادم فين ما كيطيح في الحياه ديالو في موقف خصو يختار فيه جوج اختيارات مهمين، وهو اختار الاختيار الاول، راه داك الاختيار الثاني اللي ما اختاروش راه اوتوماتيكمون راه تكون في واحد الكون فيه داك بنادم اختار داك الاختيار الثاني فعاود داك الاختيار الاول. يا ربي هاد الفيديو شحال صعيب، يا ربي تكونوا فهمتوا. كلشي كتب لي في الكومونتيرات واش فهمتوا فاش قلت لكم هذا المثال. سعيد كبر وتوظف وبغى يتزوج وحاربين جوج بنيات فاطمه ونهال. سعيد هو الصراحه كيبغي نهال اكثر من فاطمه، وهو ما كيحملش كاع فاطمه، ما كتعرف طيب ما حادقه ما زوينه ما والو مشعكه، فاختار يتزوج بنهال. هنا سعيد اختار نهال. راه ان فوا اختار نهال راه اوتوماتيكمون تكون واحد الكون اخر في واحد الحياه اخرى سعيد اختار فيها فاطمه وكمل حياته كامله مع فاطمه. سعيد راه في حياته الرئيسيه اختار نهال، يعني اختار الاحتمال الاول. يعني شو غدير لفاطمه في ديك الحاله؟ غتمشي تقلب على شي راجل اخر. ولكن الملحد يقول لك باللي لا، داك الاحتمال الثاني انه سعيد يتزوج بفاطمه راه تكون في كون اخر، وهذاك اللي عايش في الاحتمال الثاني في كون اخر يتسمى الشبيه ديالك. There's a version of you that saw the electron spinning clockwise, and there's another version of you that saw it spinning counterclockwise. And that's just taking seriously the prediction of quantum mechanics. It's not adding any extra stuff, any extra worlds, anything like that. تخيل شحال من اختيار اختاريتيه في حياتك، راه كل اختيار اختاريتيه تكون فيه كون اخر، فيه انت كتعيش داك الاختيار اللي اصلا ما اختاريتيهش انت، سقطتيه في كون اخر راك نجحتي. اختاريتي تولي استاذ في هذا الكون، في الكون اخر تولي طبيب، وهكا كيتكونوا الاكوان المتعدده. ربما نحن نعيش في بحر ممتد من أكوان مضاعفة، أي أكوان متعددة. سيوجد في مكان ما موضع فيه كل شيء تقريبا مماثل لكوننا. شعل تفكير، شعل تخربق. كيقولوا الناس قرروا يخربقوا دماغهم يرونوا عقلهم غير باش يبين لك بانه الكون تخلق صدفه وغير بالاحتمالات. قال هادشي كامل وهاد التخرميزه كامله غير باش يقول لك بانه والله ما كاينش والكون تخلق هكاك. وكاين شي مسلمين كيجبدوا هاد الايه قراوها كيقول لك بانه هاد الايه هذه كتدل بانه راه كاين اكوان متعدده، حيت قال لك باللي الله خلق اراضي اخرى. ما فهمتش انا كيفاش هادو هو علماء ولكن ملحدين، فهمتيني؟ ذكيين ولكن ملحدين.
فبلا ما نحرق لكم راسكم، الهدف من هذه الاكوان المتعدده شنو بغا يقول؟ انه الاكوان مخلوقه غير بالاحتمالات، وحد الان وانت كدوي راه شي تريليون ديال الكون تصوب وتخلق. كل ما بنادم اختار شي اختيار في حياته كيتزاد كون جديد مع دوك الاكوان المتعدده. رجع عظمه الله كامله غير اختيارات د بنادم. انا بعدا استسلم، غسلت يدي من اي واحد كيثيق بهذه النظريه هذه، فهمتيني؟ صافي كتثق بهذه النظريه ما تدويش معايا. راه حاجه تكون هذه نظريه، حيت النظريه ما كتكون الا الا كانت عندها واحد النسبه الصح. وقول لي واش هذه تقد تكون صحيحه غير مع راسك. حد الان اكوان متعدده ما مثبتاش علميا، غير مثبت، ولكن دوك اللعيبه ديال الذرات كيفاش كيتحركوا ودوك جوج احتمالات اللي كيتفرقوا على الذرات كاينه علميا. وحتى اينشتاين وحق الله سمع هذه النظريه شنو اول حاجه قال؟ واحد الجمله وغتبقى للتاريخ: الله لا يلعب بالنرد، الله لا يلعب بالكون. فهمتيني؟ حتى هو شافهم بحال راه كيلعبوا بالخلق د الله. بنادم اختار شي حاجه طق تخلق كون اخر. واو سوبر ماريو، حنا عندنا واحد البوطونه سميتها بليس زائد، تبرك عليها يخرج لك كون اخر. يا ربي تسمح لي اخويا، يا ربي تسمح لي. تخيل التفكير كامل داروه باش ينعسوا مرتاحين كانهم ملحدين. الكون ماشي لعبه، اي حاجه كاينه في الكون ما تخلقات الا وتكون في ديك البلاصه. لا يوجد شيء من العدم، ولكن اذا كنت تظن ان هذا الوجود بفضل العدم، فهذا العدم الذي تستخف به هو الله، لان الله خالق السماوات والارض. إذن من أين أتت هذه الفكرة؟ وما هو الدليل الذي يثبتها؟ وتخيل باش ياكدوا باللي انه هذه النظريه بصح، لاينشتاين جاو واحد العلماء اللي كيتيقوا بهذه النظريه وداروا واحد التجربه اللي مشهوره. جاب قطه وحطها في واحد الصندوق فيه واحد البطونه، لقى القطه غادي تضرب بالضوء وغتموت، فحط القطه تماك وشد عليها الصندوق. دازت 6 سوايع، عاود رجع لذاك الصندوق وسول واحد معاه زعما بحال هكا تقمار: واش تقد تكون القطه بركت على ديك البطونه ولا ما بركتش عليها؟ هنا داك خونا اللي معاه اختار بانه القطه غتكون حيه، وفاش حلوا الصندوق لقاو بلي القطه مازال بقات حيه. ولكن هنا شنو قال داك العالم؟ يعني داك الاحتمال الثاني انه القطه ماتت غتكون في كون اخر فيه كوكب الارض. فيه جوج علماء اللي هما اللي دايرين هاد التجربه ولقاو القطه ميته، وهادوك هما الاشباه ديالنا في الكون اخر. وشو على تمجنينا راه شي نار. الكون ماشي صدفه، الكون هو عظمة الله، والعظمة الله ماشي لعب. الله مقدرك تخسر هذا الاختيار وغتبقى غادي فيه في داك الاختيار الواحد. قد يكون لدى الآخرين مجرات ونجوم وحتى كواكب مشابهة، ولكن فيها بعض الفوارق المفاجئة. فأي نظرية كترجع هاد العظمة الله تسلية ولعب ما تسمعولهاش كاع وما تثيقوهاش اصلا، سكيبيو نيشان. وما تنساوش الدين الاسلام هو دين الحق. وجاتني هاد الفكره ندير هاد الفيديو هذا حيت سمعت مؤخرا واحد خونا كيوتيوبر رجع ملحد غير باش يتزادوا الفيوز. لما نعرف مهم ما انا ما سوقش في داك الشيء. ما تنساوش تدخلوا الانستغرام ديالي، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم ديال هاد السيمانه ديال اللي فاز، راه واعر بزاف. قربنا نوصلوا 200,000، نقدروا نكونوا دابا وصلنا لها. وما تنساوش الا بقات شويه من القهوه ديالك عطيها لي.